رقم 6، خدمة العملاء وخدمة ما بعد التسليم. المطور الكويس المفروض يكون سهل انك تتواصل معاه، وهتلاقيه بيبعت ابديت بشكل دوري للمستثمرين واللي اشتروا معاه في مشاريعهم، وهيكون بيقدم خدمة عملاء ممتازة، وده عشان يرد على اسئلتك او الحاجات اللي انت محتاج تعرفها او قلقان منها. وكمان اعرف اذا كان المطور ممكن يساعدك تبيع وحدتك لو احتجت، او تأجرها ولا لا لو هو اللي هيشغل المشروع. رقم 7، السعر وأنظمة السداد. محتاج تعرف إذا كان سعر المتر عند المطور زي اللي حواليه ولا لأ، ولو لأ هل في حاجة بتميزه عشان كده السعر أعلى ولا هو أعلى وخلاص. وكمان اختار المطور اللي أنظمة سداده تكون مريحة ليك. وأهم حاجة واللي محدش هيقولك عليها، شوف بنود تأخير القسط في العقد عشان لو حصل ظرف واتأخرت في السداد. وكمان شوف هل المطور حاطط شرط على نفسه لو اتأخر في التسليم ولا مأمن نفسه بس. لو عايز تشتري في العاصمة وخايف تختار غلط أو محتار، كلمنا أو ابعت لنا وهنساعدك تختار صح وتستثمر بأمان. وخليك فاكر إن إحنا الوحيدين اللي بنستثمر في المناطق اللي بننصح عملائنا بيها.